هنا احلى اغاني ومهرجانات كله هيسمع افيهات. راديو راديو عامر، راديو راديو عامر، كله هيسمع جديد في برامج هنعيد ونزيد، جايين بالحصريات هنعيش احلى اوقات. راديو راديو عامر، راديو أي كلام مع شباب أي كلام مع شباب حلقة أسبوعية من راديو عامر. السلام عليكم، ازيكم العواف؟ النهاردة أول حلقة من برنامجنا وبرنامجكم أي كلام مع شباب وقبل ما نعرض على حضراتكم فكرة البرنامج نحب نعرفكم احنا مين. احنا التلاتة اسمنا حمادة بس في كله مختلفين. وبعد ما حضراتكم عرفتم احنا مين نحب نعرفكم على فكرة البرنامج. تفتكر فكرة البرنامج برنامج رعب؟ لا، فكرة البرنامج قائمة على اننا في كل حلقة وعلى مدار الساعة هنتكلم عن مشكلة او موضوع في حياتنا بصورة فكاهية او كوميدية، وبالاضافة الى بعض المقاطع الصوتية المناسبة للموضوع مع تقديم الحلول الغير تقليدية في نهاية كل موضوع لتعميم المنفعة على الجميع. وبعد ما سمعنا الفكرة وممكن واحد من مستمعينا يقول علينا ده علم صايع يا لا 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 لا، احنا ما كناش نتوقع منك رد الفعل ده نحب بقى نرد عليك ونقول لك الاخ اللي بيضحك هناك ده تتسحب منه الحاجة الساعة ويتكتب قصادها سوء استماع وسخرية. طب نحب نعرف الناس احنا سمينا برنامجنا باسم برنامج اي كلام ليه؟ احنا سمينا البرنامج بتاعنا باسم اي كلام لمجرد سبب بسيط جدا، ان ممكن اي حد من اللي بيسمعنا دلوقتي يقول علينا دول شوية شباب وشباب تافه وده كله كلام في اي كلام ولا هيعملوا بيه حاجة اصلا. بس بجد احنا بكلامنا هيبقى كلام في كلام لما نقول المشكلة ونقول حلها ونحاول نوصل لحلول ليها وما يتعملش بيها، يبقى ساعتها اي كلام في اي كلام. وبالبلدي كده ان احنا اي مشكلة هنتكلم فيها هنوجد لها حل، وهيبقى حل موضوعي وحل جايز وممكن يتنفذ على ارض الواقع. لا، نقدر نلاقي حلول للمشاكل اللي هتبقى معانا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. وبكده وصلت لحضراتكم فكرة برنامجنا. افتكر الرسالة كده وصلت، المسج وصل. وبكده نبدأ أول حلقة من برنامجنا بعد الفاصل. شوف نتاجها نعمة ربك مديها لك فرصة ومدفوع حسابها، زي ما في الحزن دمعة في الفرح الدمعة، بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم، اضحك في وش الناس من غير ما تكش، ده عمر الضحكة أحلى، عمر الشمس ما بتغيبش. مشروع اضحك في وش الناس بكل إحساس، أكيد يوش غصبنا على الوشوش تخلي الوش بشوش، مش مغشوش مش مفلوش، ده وش متكون من السوس دمعتها على الخد زي ندى الورد وحر تملى فرد من زمن بمرور ملموس. بتساوى روس لما نكتة تتقال قدامهم، مش هممهم من اللي قلبهم بنحكي جمعهم، مفيش ما بينهم عامل مشترك لا غير ان النكتة بتضحكهم خالية من المعاناة. فده سر السعادة في استئصالك للكآبة، تكون في طبق هاني وبتدي حق الغلابة. اهلا بكم يا سادة، ارجو انتباه الحضور، لقد قدمت من اورانوس عن طريق خرم الاوزون. مش بتنفس اكسجين انا بتنفس اكسيد كربون، واللي مطلوب تكون فاعل ما تكونش تكون انت المفعول. فانت لما تضحك بتكسب مش بتخسر، اسمع مني والمعلومة لك يا زبون. ضحكة عملة نادرة جرب تشوف نتاجها نعمة ربك مديها لك فرصة ومدفوع حسابها، زي ما في الحزن دمعة في الفرح دمعة، بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم، اضحك في وش الناس من غير ما تكش، ده عمر الضحكة أحلى، عمر الشمس ما بتغيبش.
مشروع اضحك في وش الناس بكل احساس اكيد يقول يا عم اضحك والنبي قول لي خدت ايه من الزعل. ضحكة بسيطة في اي وقت ممكن تديك امل ان بكرة احسن طول ما المزاج مظبوط. ترضي ربك ارضي اهلك وانت تنام مبسوط. ده الضحكة بتطلع تلقائية في السلام تملي على وش بياع غلبان وهو بيقول لك خلي على وش ست عجوزة ما تعرفهاش بس بتدعيلك على وش الحاج الوالد لما تغلط ويعديلك على وش السواق تاكسي عمال عليك بيقلش على وش صاحبك اللي ياما زعلته ومش بيقفش على وش حبيبتك لما تشوفها تشوف سعادة في عينها على وشك انت وانت ماشي ماسك ايدها. اوعى تخاف من الابتسامة اوعى تكون جبان ما تبصش على نص الكوباية الفاضي بص على المليان. هتلاقي اسباب ونعم من ربك هتخليك سعيد ما تكونش عنيد هتلاقي كل يوم في حياتك عيد. ضحكة عملة نادرة جرب تشوف نتاجها نعمة ربك مديها لك فرصة ومدفوع حسابها زي ما في الحزن دمعة في الفرح دمعة بس الضحكة أحلى. اضحك يمكن تدوم اضحك في وش الناس من غير ما تهش ده عمر الضحكة أحلى عمر الشمس ما بتغيبش مشروع اضحك في وش الناس بكل احساس ما بعرفش اكشر في وش الناس وبحب اهزر ولو محتاس ما هو الضحك يطول عمري نور وشي يخليه نشيط زي الربيع بالورود اللي فيه. هضحك لو نازل كده متاخر لسه ببدا يومي ولقيت سواق التاكسي عدى ميه جت هدومي وبكل ذوق يقول لي لا مؤاخذه يا ابني ما كانش قصدي. هبص في وشه واضحك جربت تضحك في كل وقت تفرح مهما كانت ايه مشكلتك افرح انك انت لسه عايش فيك الروح على الارض دايس بكره جاي برضه جايز جايب شيء ضئيل صغير اكتر من اللي كنت عايز. ضحكة عملة نادرة ربك مديها لك ضحكة عملة نادرة ضحكة عملة نادرة مستمعينا ورجعنا لكم بعد الفاصل. النهاردة أول حلقة من برنامجنا وبرنامجكم أي كلام مع شباب والنهاردة هنتكلم عن مشكلة الكل حاسس بيها أو بمعنى أصح مش شايف حاجة فيها. موضوع الحلقة النهاردة عن أزمة الكهرباء. ايوه النهارده هنتكلم عن ازمه الكهرباء وقطع النور وعن الايام اللي احنا عايشينها دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ولما بنتكلم عن أزمة الكهرباء يبقى احنا بنتكلم على أم الدنيا مصر، يبقى إذن بنتكلم عن أهدى مكان في العالم. أهدى مكان في العالم. لما احنا نسمع ان ألمانيا بتحتفل بمرور 30 سنة على عدم انقطاع الكهرباء وعندنا هنا في مصر لو عدى يوم من غير لما النور ما بيقطع بنقلع على الراجل اللي ماسك سكينة الكهرباء وبنبقى عاوزين نطمن عليه. أخباره إيه دلوقتي؟ ماشي يعني ولا تعبان ولا ايه؟ انا خايف على الجدع ده قوي بصراحه. العالم هتقطع بعض يا ابو حميد. بس لما النور ما بيقطعش لمده 4 ايام وبعد كده يقطع تحس ان الراجل اللي ماسك سكينه الكهرباء بيبعت رساله للشعب بيقول فيها وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا 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 بعز الحبايب. اهلا 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 برب الجبال. بس الكهرباء عندنا ما بتقطعش بالساعة ولا بالساعتين في اليوم، لا دي بتقطع بالساعات. بس نقول اللي لينا واللي علينا علشان في فوائد كتير لانقطاع النور. اولها اجتماع العيلة حول شمعة واحدة مما يزيد الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة الواحدة. ونولع على الشمعة نورها مستنيك وفي عيونه دمعة تمسحها بيديك. ويعتبر قطع النور بيزيد صلة الرحم في وقت أصبحت صلة الرحم فيه معدومة. فاكر أيام لمتنا كانت تعدي ساعات وثواني
بتجمع احلى الناس مش اي لمة وخلاص، يلا نرجع لمتنا. وتاني ميزة معانا بيحسن العلاقات الاجتماعية مع الجيران، وده من خلال تبادل الشمع مع الجيران في وقت الحاجة. ما يفوتكش الصح ابدا، وانا برضه هيجيني عز منك. عليا الطلاق مردودالة في حياتك ان شاء الله. وتالت ميزة معانا إن إشعال الشموع مما يخلق جو من الرومانسية تساعد على الإنجاب. لا قصدي الإبداع. أيوة الإبداع. أهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. اهلا بك يا ست الكل يا قشطه، دلعينا بقى دلعينا. الدخول إلى القائمة الرئيسية. ايوه اضغط الرقم 1. عمرك. رابع ميزة معانا التوفير، لأن احنا شعب مسرف جدا، والحكومة والمسؤولين ربنا يعمر بيتهم يخليهم لينا بيحاولوا ان هم يساعدونا ان احنا نتخلص من العادة السيئة دي. انت صعبان عليا. عارف ليه؟ عشان انت مسرف. مسرف ولا مش مسرف؟ مسرف يا اخي، استمتع الموضوع ده متهيألي جدا يا بنيجي. ده انا مسرف اسراف انا ما شفتوش قبل كده ابدا. انت حطيت ايدك بقى على ركضة الموضوع. مسرف. يعني دلوقتي تلاقي اللي حاطط صورة سودة دي مش صورة حداد على شهداء، لا ده النور قطع عليه وهو بتصور. في شعرايه ما بين الرجوله ولا اشرب بلال عشان اي حد فينا ممكن يقع في اي وقت. بلال استرجل. لا بس الصورة شيك، سيبك انت. ودلوقتي شركة الكهرباء وشركة المية بيبدلوا مع بعض، ده يجي والتاني يقطع. الله يرحم ما كنت بستحمى ونور مولع. كانت أيام وعدت، كانت أيام وفاتت، كان بقلنا حبت ذكريات وماتت، كانت أيام وعدت. مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي بتلم فيها فلوس على الزبالة اللي مالية الشوارع، وعلى فاتورة الكهرباء اللي قطع على طول من مرتبات الشعب العاطل أصلا. مفيش فلوس علاوة، مفيش فلوس. اقول لك ايه؟ نشفة زي المستشفى. ومن الأخبار الإيجابية اللي معانا إن مصر بتتقدم في تصنيف الدول الأكثر رومانسية في العالم، وده ليه؟ علشان بقينا كلنا بناكل على ضوء الشموع. الله صوتي راح. الله عليك يا مصر، يا مصر يا أم الدنيا، يا مصر يا أم الدنيا، يا مصر يا أم الدنيا. والله وعملوا الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا، ووقفوا وقفة رجالة، مبروك لمصر ولولادنا. طب منين النور لما بيقطع 5 مرات في اليوم؟ ومنين عاوزين نقلل الكثافة السكانية؟ لا مؤاخذة. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بس الصراحة المسؤولين معانا في كل حاجة، ودايما تليفوناتهم مفتوحة لينا ومفيش حد بينفض لنا. سيادة المحافظ معانا؟ بنحاول نتصل بيه الحقيقة، تليفونه مغلق منذ 7:30 وحتى الآن. كل ده؟ لو حضرتك في استطاعتك انك ترد على الموبايل رد. الشحن فصل؟ ووزيرة الصحة ما بتردش. الشبكة مش موجودة؟ المتحدث الإعلامي ما بيردش. بقالك 10 أيام ما بتردش على التليفون؟ حد من وزارة التعليم يرد؟ وزارة التربية والتعليم؟ الناس كلها لما بتيجي في البرنامج بتقفل موبايلات. خلاص يا ما تتصلش بحد يا حشور، مش عايز حد، مش عايز حد حشور. ومعانا اتصال تليفوني من الراجل اللي بينزل سكينة الكهرباء. انا عايز اسألك سؤال واحد، انت ليه بتنزل سكينة الكهرباء؟ يا عم الشنول، يا عم الشنول، يا عم الشنول. المصري لو حصلت له مصيبة وعرف إنها مش عنده لوحده بيرتاح. مثلا لو النور قطع عنده ولقاه قطع عند الجيران بيرتاح. شعب يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتحت الشباك كان الساعة اللهم صل على النبي 7. فتحنا الشباك لقيت جاي من ناحية بيتكم زغاريط. كان في حاجة إن شاء الله. والغريبة لما تسأل حد من جيرانك بعديها ايه اخبار النور عندكم، وهو يرد عليك ويقول لك لا ده ما قطعش النهارده خالص. انت كداب يا صراحة. بس السؤال هو في حد بيدفع له 20 جنيه علشان ينزل سكينة الكهرباء؟ الولد ده حد مديله 20 جنيه وقال له روح. وهو ده كلام الناس العاقلين. في الوقت ده يجي لك واحد من الاخوان يقول لك انتوا عاجبكم الحال اللي انتوا فيه دلوقتي؟ انت مال امك، مال امك انت. ويبقى دعوات كل على الراجل اللي ماسك سكينة الكهرباء. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقى هي دي صفة الرحم؟ ربنا ينفخ في خدكم ويسلخها يا رب بحق جاهد مصطفى.
ونطلع فاصل سريع ونسمع فيه أغنية ما تستهلوش لحسن الشافعي وأبلة فاهيتا، وبعد ما نرجع من الفاصل نشوف المحصل ومشكلته مع أزمة الكهرباء. مستمعينا، بعد ما رجعنا لكم من الفاصل هنتكلم عن المحصل ومشكلته مع أزمة الكهرباء. المحصل أكتر واحد مظلوم في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، لما يعرف ان الناس مش هتدفع الفواتير وهو لازم يحصل الفلوس. حسن السود انا يابا، حسن السود انا. في موضة جديدة نزلت الأيام دي، وهي عبارة عن ورقة تتحط قدام باب الشقة مكتوب فيها رسالة موجهة للمحصل. لو ذكر رن الجرس.
بقى لو ما خدش باله او طلع ما بيعرفش يقرا اصلا وتهور ورن الجرس. انت اللي بترن الجرس؟ تعال. ليه؟ تعال عشان تحرم ترن الجرس. نور يا منى. ايديا الاثنين بقوا شمال يا منى. معلش رميني بالخامس يا منى. يا راجل هو الخامس ده رقم؟ على رايك. انا هضرب الجرس. لا جرس ده كرهت بقى جرس. خلاص بلاش جرس. اخبط على الباب وامشي عشان ما حدش يتهمني فيك. ربنا يبارك لك يا منى. ربنا يبارك. حاضر. افتح بالراحه يا اما. ليه؟ هتفهم لما تشوفيني. افتح بالراحه. وعينك ما تشوف الا النور وشلاليت وبنيات وهوب قلعوه هدومه. انت عارف لو جيت هنا تاني يا ابن الصرمه؟ يا ابن الصرمه دي قديمه قوي. قول يا ابن الشوز يا ابن السابوه. والنبي اعمل الحاج معلش في فرده الكاوتش الشمال ممكن اجيبها؟ لو راجل خش هات. ده لو بقى. باي باي. وبعديها المحصل بيهدى ويبدأ يحكي الحكاية كلها لعيلته. جربنا الحل السلمي ما ينفعش، حلتها بالدراع وما اخذ بالقوه لا يسترد بغير القوه، وضربت الجرس ودي الحاجه الوحيده اللي ضربتها بالليله السوداء دي وانا بشوح ايدي جت على قفاه اتحسبت لي نقطه. هو تقرير الاسعاف قال انها كدمات ادت الى غيبوبه، انما انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا بصيت لقيت عالم بتجري وناس يقولوا هاتوا الاسعاف، يجيبوا الاسعاف لمين مش عارف. انا كل اللي اعرفه ان كان في جيزه بتجري عليا وناس عماله تعدي من فوقي، عالم عماله تعدي. تقولش انا عمل واتعمل لهم. بس في شويه محصلين بيبقوا مستبيعين وبيصروا انهم يلموا فلوس. انت ذكر صحيح، قلب ميت لكن اخضر. انا بتوصلني اخبارك. جرعه حلوه مفيش كلام. بس السؤال هنا هو ايه الفرق بين الاوضاع اللي احنا عايشينها دلوقتي والاوضاع في النظام السابق؟ ده انت تحس ان روح النظام السابق بترفرف في المكان ورجعنا من جديد. مرحب لرجوعك لينا من تاني يا فانتينا، مرحب لرجوعك لينا من تاني يا فانتينا، وسلام على طول السلام والسجن للجدعان، وسلام على طول السلام والسجن للجدعان. الاختلاف ان الشعب في عهد مبارك كان ماشي بيحشش، اما دلوقتي الشعب بقى ماشي بيحسس. انا عامل دماغ رئيس علشان ما بقاش في حشيش، عامل دماغ رئيس علشان ما بقاش في حشيش. 3 7 بسكوته نفض وما تقوليش كله معانا يعيش. من كتر النور ما بقى يقطع احنا حاسين اننا بقينا عالة على الحكومه وبيكرشونا بالذوق. اللهم يخرب بيتنا احنا يا شيخ. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى. طب ايه اللي اتغير عن النظام القديم؟ او نسال نفسنا سؤال، احنا ليه قمنا بالثوره؟ لماذا قمنا بالثوره؟ انا لا اعلم لماذا قمنا بالثوره. انا كنت في الحمام ساعتها. طب نتكلم على الشباب وازمه الكهرباء. الشاب من دول يجي لواحد صاحبه يقول له انا عازمك على فرح كله مليطه. ايوه بقى اشكرك اوعدك. الواد من دول يجي في عقله الباطن انه فرح هيكون طبل وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسيه كامله. والواد يبدا يجهز نفسه من الصبح. ما الجديده؟ لا لقيت ايه؟ يوم الجزمه دي مهمه قوي في المرحله اللي جايه. ويروح الفرح من هنا والفرح يبدا ويبقى اول 10 دقايق مليطه. هوب الواد بتاع الكهرباء يقوم بدوره في انه ينكد على الناس ويقطع النور، وهوب الشاب من دول ما يشوفش اي حاجه من المليطه اللي كانت موجوده. الله الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه. اكبر مشكله بتقابلنا لما النور بيقطع ابوك بيجيله اكتئاب وانت تحاول تساعده. انت عارف يابا ايه اللي كأبك كده وخانقك على طول؟ قعدة البيت،
والنعم قعدة البيت دي بتجيب بواسير. اسمع الكلام، انزل فوق انا منك افوق. اقول لك انزل على الكورنيش قدام محطة الرمل كده، خدها كده واحدة واحدة ماشي لحد الساحل الشمالي وتعالى. يا اختي على الفلل، كفايه بس منظر الفلل اللي هتشوفها، والله يابا هتتبسط. تسمع كلام، اقول لك بلاش تتمشى. ايه يابا فين الهوب؟ انت ما كنتش بترجع من البحر؟ قوم كده خد دش يابا واضرب المايو بتاعك وانزل اقعد على القهوه، والله الناس هتفرح بيك وهي النعمه. فك بقى بص ايدك. واول لما يبدا يهدى الحكومه تنزل خبر في التلفزيون انهم هيبعتوا رسائل على التليفونات قبل قطع النور. يابا التلفزيون على الفاضي يابا يابا يابا. يا لهوي يابا ايه ده يا البلد دي مسؤوليه. تيجي يابا التلفزيون يا واد، ما تخافيش يا واد التلفزيون. ايه الراجل عمال يجي لك كده تجيله كده، ما تبعدوا عننا بقى. سوقت عشاننا سوقت. ودلوقتي نطلع فاصل سريع نسمع فيه اغنيه 5 سنتي، وبعد ما نرجع من الفاصل نشوف الاعلام ومشكلته مع ازمه الكهرباء. صحيت الصبح بدري طفت وشي بنقطتين، اصل المية قطعة تقريبا من ساعتين. فتحت باب الشقة اكني داخل على بيسين، اخر 5 سنتي بنطلوني مبلولين، والبواب طرف الجلابية في بقه وفي ايده ماسك مسحته، وغبق في الدنيا ما تلاقي، حاسس انه في عرض بالي مائي، وبمنتهى السعادة بيبصلي ويقول لي صباح الفل يا بيه، مالك زعلان ليه؟ كملت طريقي لعربيتي ما هي مركونة قدام بيتي، عيني وقعت عالكبوت عليها كلام لذيذ وكيوت محفور بمسمار، يا سمر بجد بحبك موت. ركبت العربية ودورت ودخلت يمين مش بمزاجي والله ما اخترت. طب اروح على فين؟ عربية كارو بحمرها نطت من فوق الكوبري، والناس بتزعق وتصوت وانا متأخر على شغلي، وركبت عربيتي الحلوة لونها زيتي، والدنيا حر الشمس حامية في تكييفي، وفتحت الباب حواليا الدنيا تراب، اخر 5 سنتي بنطلوني مطيني، وعملت الشورت عرقان ومعيش مناديل، وانا اصلا شاب سبورت هوب هنط في نهر النيل، نفسي ابلبط يا سلام لو عندي زلومة فيل، اهو كده بقى زي الفل اخدها عمق رول. مستمعينا، وبعد لما رجعنا من الفاصل هنتكلم دلوقتي على الإعلام وتغطية للمشاكل، وبالتحديد في المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها وهي أزمة الكهرباء. الإعلامي من دول كان في عهد النظام السابق كان محسسنا إنه بيجاهد وعاملين فيها. طبعا الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة مين زكي جمعة ده؟ وكأنهم قائد جيوش سبارتا. Spartans! What is your profession? إنما كانوا في أي عصر تاني شغالين على عالطبلة يلا يلا والرق، عالطبلة أيوة والرق، رقصي ورقصي. ده ما يتقالش عليه إلا إعلام ساكسونيا. يلا هنسجل إعلام ساكسونيا الفاصل الأول. 3 2 1
اكشن. الشركة المصرية للتطبيل الإعلامي الحصري تقدم إعلام ساكسونيا. هتفتح قناة جديدة ومش عارف إزاي تعمل إعلام بيطبل للنظام؟ بسيطة، ما تقلقش، الحل عندنا. إعلام ساكسونيا، نمتلك خبراء للتعريض الفوري. إعلام ساكسونيا معانا وبس هيكون عندك أكبر منبر إعلامي للتطبيل. إعلام ساكسونيا، إعلام ولا في الأحلام. وبعد ما سمعنا اول فاصل من اعلام ساكسونيا، جه الوقت اللي لازم نعرف فيه ايه الرساله اللي الاعلام بيوجهها لينا. الاعلام بينقسم الى فريقين، فريق على اليمين وفريق له مؤاخذه على الشمال. الفريق اللي على اليمين بيفرجنا على الاخبار من وجهه نظره، انما الفريق اللي على الشمال ده بيفرجنا على الحاجات اللي مؤاخذه. سكوت، هنسجل. اعلام ساكسونيا الفاصل الثاني. 3 2 1 اكشن. لما المصريين ابهروا العالم ودمروا دماغ الشعب باول قنوات عملوها، وصل صراعهم على السلطه لانهم قسموا الاعلام نصين. قسمتها نصين، النص الاولاني قسمته النصين، النص الاولاني بقى بتاع النص الاولاني مش بتاع النص الثاني، قسمته النصين. وكان في فرق واضح في التوجه والصناعه ما بين الاثنين. الاعلام اللي على اليمين اتمرمغ في الاشاعات وبقى كل دوره يطبل ويتكلم في التفاهات. اسمك ايه؟ تفاهه. ايه؟ تفاهه. ايه؟ تفاهه. والاعلام اللي على الشمال اتمرمغ في الانبساط، وده اعتماده الاول على اللحم والاعلانات، ورسالته واضحه جدا وملوش في الايحاءات. ولما بقيت تحب تشوف التلفزيون بقى عندك كتير من الاختيارات، يا تجيب اللي على اليمين وتتفشخ كذب واشاعات، يا تجيب اللي على الشمال وتشوف الدلع والانبهارات. وفي الحالتين انت لازمك شويه ادوات اللي على اليمين معروفه، هتحدد انت مع مين ضد مين عشان كل وجهه نظر وليها معرضين. انما اللي على الشمال ادواته اخر جمال. اول حاجه هتنيم ام العيال عشان عيب تشوف اللي شغال، واول ما تنام اخربها بقى، سيجارتين ملفوفين، ازازتين بيره مشبرين، شويه خيار صابحين، ولو انت بتاع بنات هتولع الدنيا انبساط، عشان مش هتلاقي مقاس واحد يا معلم، هتلاقي كل المقاسات. وشي غزل، وشي قمر، وشي دلع، وشي صافيناز. جامده برضه صافيناز دي. ها وبقى ملخص التلفزيون اللي على الشمال بيرقص واللي على اليمين بيطبل، ومع انهم اتجمعوا في تلفزيون واحد لسه مقتنعين انهم مختلفين، مع ان الاتنين بيشتغلوا البني ادمين. وبعد لما شفنا اعلامنا وتخطيطه للمشكله، جه الوقت اللي احنا نعرف المواصفات العالميه اللي فشخنا بيها العالم. انك تصنع اعلام بيطبل للنظام الموضوع بسيط خالص. اصدر تعليمات، ابعتها للقنوات، وما تنساش تبعت نسخه للجرايد والمجلات. عارف المواصفات العالميه للاعلام؟ ارميها في الزباله، لازم نعمل اوسخ منها 90%. عرض، طبل، شون، خون، ما ظبطتش ما تقلقش، هات كام اعلامي بيحب الكذب وبيحامي، علمهم ازاي الاعلام بيعرض للنظام. اتكلم بس في السياسه وسيب الناس محتاسه. محدش عمل حاجه، كلنا بنتكلم في السياسه، فنانين والرياضيين والمثقفين والسياسيين والحكومه، محدش بيشتغل. اوعى تتكلم عن الانابيب والمرور، خليك متفائل على طول، انسى كل اللي فات، ما تجيبش سيره الزحمه والمواصلات، ما تجيبش سيره التعليم اللي باظ ولا انك في الحياه محتاس، اعمل مش شايف العنوسه والبطاله، ولما حد يسالك قول له كل الشباب شغاله. شباب سعيده جدا 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 جدا، كله شغال، كله شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات، والحياه زبادي في الخلاط. اعمل تيست، قيس الضغط، زود الضغط شويه كمان، ما ظبطتش عيد من الاول، هات عكاشه، هات لميس، ولو اخوان هات خميس، خليهم يتكلموا، اللي مع النظام نجمه واللي ضد النظام خونه، باسم بيقول الحقيقه شوهه كدبه، قول عليه عميل. اعمل تيست، قيس الضغط، زود الضغط شويه كمان، لسه بيقول الحقيقه مش مهم، عيد من الاول، امنع فوده، امنع ريم، امنع اي وطني صميم. نرجع لباسم، زود التشويه، شكك فيه، قول عليه اراجوز. هذا الاراجوز لو حكمت قول عليه ملبوس. يعني باسم يوسف ده كان في اب وام قالوا له انه في حاجه اسمها اديان في العالم، برضه الناس بتحبه ما يهمكش، قول عليه ضد سياسه المحطه، بيحب الايحاءات والالفاظ المنحطه. في محشي اغرف لك؟ لو مع سياستك قول عليه جميل، لو عكسها قول عليه عميل. اعمل تيست. وفي النهاية اتمنى يكون الحلقة عجبتكم ونشوف تعليقاتكم على الحلقة، بس في حاجة أخيرة علشان ما حدش يزايد على البرنامج ده، علشان الفكرة كلها إننا شوية شباب بيشوفوا المشكلة أو الأزمة من وجهة نظره وبيعرضها بطريقة هزلية وبشكل ساخر. هذا برنامج ساخر هزلي غير حقيقي غير موضوعي وغير محايد، والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، والتشابه بينه وبين الواقع فهو أغرب من الخيال، باختلاف اللقطات اللي احنا واخدينها معانا في الحلقة علشان كلها لقطات طبيعية. اللقطات اللي واخدينها كلها
انها طبيعية، والاكتر انا وانت وهي، انا وانت وهي وهي. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير، ونسيبكم مع أغنية السكة شمال مع فريق كاريوكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايش وبغني وانت الوحيد اللي هتفهم، بنده والناس مش سمعاني، بتشقلب والناس مش شايفاني، من صغري بحاول امشي دغري، ما استسهلتش وطلعت كوب، بس بلدنا مش عاوزانا وبتدينا على قفانا، السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين، السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين. انا زيك ملناش دور، كومبارس في مسرح مهجور، البطل فيه ابو دم تقيل، وانا وانت واقفين طراطير، وكل حاجة ماشية عكس، من المرسيدس لحد التاكس، وكل خطوة معاها نحس، ليه بتربي فينا اليأس، السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين، السكة شمال واليمين مش شغال على فين رايحين. ببلاش وكلمة الحق ما تسواش، دفنتوا حق الجدعان وقتلتوا كل الأحلام، والجرح مش عاوز يخف، عالمستشفيات عمال بيلف.